تيجي نحط سيناريو للاحداث، قالت لي يا عم اللي هيسرع علينا هيسرع على الناس. يعني لو مفيش ميه قالت لي يبقى سبيل ام عباس. طب لو مفيش عيش قالت لي يبقى رز ولاس. بكلمك من مصر. مصر لا 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 بكلمك من مصر. مصر بالصاد. مصر كل يوم مزاد، ومصر بنات وولاد بتنقتل احلامهم. بكلمك من مصر. مصر اصحاب المعاشات والبهدله في اخر ايامهم. بكلمك من مصر. مصر ناس كل اللي معاهم واللي في قلوبهم واللي وراهم واللي قدامهم هي مصر. معلش بقى اسمح لي، لو هنتكلم عن الحلاوه انا تقطيعي مجرمه صحيح وداني كبيره، لكن مناخيري مدمدمه. وكل ما اطلع سلمه يقولوا لي شد حيلك لسه بدري على السطوح. عيوني جريئه جريئه، لكن في الحقيقه لا بتعرف تداري ولا بتقدر تبوح. شعري صحيح مش ناعم لكن لايق على راسي، ولما يصدق احساسي بعرفش فين بنروح اروح. بحبك لما بتستعبط وتقول لي مالك وبتبكي ليه ومن ايه كده مجروح. بحب العسل واموت في الكسل، ووقت الازمه اقول في العشق حكمه ومثل وبس خلاص. بحب العسل واموت في الكسل، ووقت الازمه اقول في العشق حكمه ومثل وبس خلاص. اعكس الاقي 100 مليون هجاص. افكر بص لا صوت ولا ناس، لاني كده ثقافه وعلم يدوب في الفيلم في الكراس، وراسي زي اكبر راس. مفيش احلام مفيش احساس. المرايه اللي انا قلت فيها قلت ابص في المرايه يمكن اكون حلويت. فضلت دايره بص ما خليتش ولا مرايه في البيت، في الحمام في الاوضه في دولاب او متعلقه على الحيط. شفت سكت شويه وبعدين اتخضيت. معقول انا قضيت العمر ده كله زي ما رحت زي ما جيت؟ معقول انا عمري ما غيرت ولا اتغيرت ولا حبيت؟ ازاي ساكت على روحي ده كله وليه استنيت؟ يا ريتني ما كان عندي مرايه ويا ريتني ما بصيت. معرفش ليه تنحت للدنيا كده وفجأة لقيتني مسكون بالملل. معرفش ليه تنحت للدنيا كده فجأة لقيتني مسكون بالملل. لا عندي رغبة في البكا ولا في الكلام، ولا عايز انام، ولا حتى بسأل ايه ده ايه واخرتها ايه وايه العمل. حالة كده واخاف اقول لاي حد لحسن يقوم يقلبها جد. حد صاحبي ينزعج يمد ايده جوه قلبه من باب الكرم عشان يشاركني الألم، او يستلف لي من لئيم حبة امل. حالة كده معرفش ايه. ساعات تزورني في الشتاء في الربيع في الحر وفي عز الشتاء، وتجيب حاجات لا فيها روح ولا ميتة. حالة كده لا معاها ينفع كلمتين ولا غنوتين ولا لقطة من ألبوم صور. الاقي قلبي في الهوا ويا الكور، اخاف اقول لاي حد لحسن يقوم يقلبها جد. حالة كده معرفش ايه، لكني برجع منها بعد السكات فاكر شوية فاهم شوية في اللي فات. حاسس قوي بحضن الصحاب، محظوظ انا ساعات بشاور يتفتح لي 1000 باب، لكني برجع وبغلط في الحساب ومعرفش ليه تنحت سوا يومين بمنتهى البراءة سألتني بنتي نور في 4 5 أمور مش في كتاب القراءة. قالت لي بابا يا بابا مش انت يا بابا بتكتب أغاني وتقول أشعار. طب أنا سمعت الشيخ يا بابا بيقول إنك يا بابا هتروح النار. بمنتهى البراءة سألتني بنت نور في 4 5 أمور مش في كتاب القراءة. قالت لي بابا يا بابا مش انت يا بابا بتكتب أغاني وتقول أشعار. طب أنا سمعت الشيخ يا بابا بيقول إنك يا بابا هتروح النار. زي الناس الوحشين الحراميين الكفار. قول لي يا بابا يعني إيه استعمار؟ يعني إيه هرم؟ يعني إيه نيل؟
مين اللي حط النسر فوق العالم؟ قول لي يا بابا، يعني ايه انتخاب؟ ويعني ايه حر؟ ويعني ايه نصاب؟ ويعني ايه كذاب؟ ويعني ايه هجاص؟ ويعني ايه اختلاس؟ ويعني ايه خصخصه؟ يعني ايه يا بابا معارضه؟ ويعني ايه مظاهره؟ طب ليه النهارده خدنا اجازه من المدرسه؟ يا بابا قول لي يا بابا، يعني ايه قهر؟ واين يقع خط الفقر؟ ويعني ايه حظ؟ ويعني ايه زهر؟ يعني ايه يا بابا انسان؟ يعني ايه حريه؟ ويعني ايه سرطان؟ يا بابا يعني ايه خربوها يا بابا؟ ومين دول اللي خربوها؟ قول لي يا بابا، يعني ايه خربوها يا بابا؟ ومين دول اللي خربوها؟ طب وانت كنت فين لما خربوها يا بابا؟ ومين سمارة اللي بتقول عليها دي يا بابا؟ وازاي ضاعت من قلبك سمارة؟ يا بابا انت معايا؟ في ناس بتقول كفاية، وعساكر ماسكين عصاية، وبنات متعورين، وتانيين بيضحكوا يا بابا. هم دول اسرائيليين يا بابا؟ قلت لها يا نور يعني صلي على النبي كده، هي قناة سبيستون رقم كام؟ خدتها عشان ننام. من امتى يا واد قلبك رهيف؟ من امتى ناعم حرير؟ والله وبقيت تسهر كتير. من امتى؟ من امتى يا واد قلبك رهيف؟ من امتى ناعم حرير؟ والله وبقيت تسهر كتير. من امتى بتسمع اغاني عشق وغرام ورغم التعب رافض تنام؟ من امتى بتخاف على الايام تروح ما تجيش؟ من امتى عيونك بتلمع من الفرح؟ من امتى عارف تبوح ولا تخبيش؟ من امتى بتقول تعبت غربة وسفر؟ من امتى قادر تشوف في الليل قمر؟ وش معنى دلوقتي بس عايز تعيش؟ من امتى يا واد قلبك رهيف؟ فضلت استنى 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 لحد ما اخر قطر عدى وفات. فضلت استنى 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 لحد ما اخر قطر عدى وفات. زعلت، قعدت اعيط تعبت من العياط. وقلت اتمشى اتفرج على الشوارع والعربيات. زهقت، اتسندت على روحي، اتلخبطت جوايا كل الحاجات. مديت ايدي في جيوبي لقيت ورق قديم وصور وكروت تليفونات. قلت اتصل بمراتي، اكتشفت انها نامت من يجي 6 ساعات. قلت اتصل بابويا، افتكرت انه طلع معاش مبكر وكاره تاريخه ومركز في التأمينات. قلت اتصل بخالي، افتكرت انه غدي بغتاته ومعايا انا بالذات. قلت اتصل بخالتي، قلت يا ولدي كانت خالتي وخالتك واتفرقت الخالات. قلت اكلم صاحبي صلاح، افتكرت انه في العراق وفي احتمال انه مات. قلت بقى لا مش هينفع كده، انا اعمل دماغ واشوف الموضوع هيمشي ازاي، بس ما اعرفش حد بتاع مخدرات. قلت طب امشي في مظاهره، لقيت العساكر جايين قالوا لي خلاص يا بابا شطبنا على المظاهرات. قلت طب ايه الموضوع يا ربي يعني انا دي وايه قطر ايه اللي فات ده؟ يعني الله يرحمك بقى يابا والفتحه على الاموال. فهو الراجل بيقول ايه؟ على باب سفاره كندا لمحت ابليس وفي ايده استماره. بقول له ايه على فين؟ قال لي بص يا هجره يا اعاره، انا كفرت ما الاقيش معاك سيجاره يا راجل، انا خلاص لا بقيت وسواس ولا خناس ولا ليا عيش وسط الناس. خلاص بقالي سنين عاطل، وانتوا بتعرفوا تقلبوا الحق باطل وتقتلوا قتيل وتسلكوا القاتل ومفيش مشاكل. خلاص انا مسافر مهاجر يا راجل، ده انا بقيت اوسوس بالمقلوب، اقول للحرام انت مش هتتوب؟ يعني انت هتعمل كل الذنوب لوحدك وانا ابليس اشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ واعظ ولا كمساري في اتوبيس؟ يا راجل ده انا خلاص زمان كنت اقعد انسى، بس استنى حد ينسى وهو بياكل لقمته. دلوقتي بصراحه كل اكلكم ملوث والواحد بيخاف على صحته، ده مفيش ضمير اساسا عشان اموته. يا راجل ده من كتر ما لطشت معايا مشيت مع الناس اللي بتقول كفايه وبرضه مفيش فايده.